اتفتح الباب واتصدمنا من اللي احنا شفناه. دخل علينا 3 شباب، بس ايه، موز اخر حاجة. ايه ده، هو احنا مخطوفين ولا مشقوطين يا بنات؟ يا اختي توكسي، ده الواحد فيهم برقبة شباب الشغل كله. ليه؟ انا حبيت العصابة دي وهقعد معاهم. تصدقوا يا بنات، انا في اللحظة دي بس عرفت ان السلطة مش كل حاجة. اول حاجة هعملها اول ما اطلع من هنا ان انا هتطلق من جوزي. صلى على النبي بس واهدي يا حاجة، هما موز ما قلناش حاجة، بس مجرمين يا اختي، وبكرة يتعلقوا في حبل المشنقة. هو بعد كده اتكلم واحد منهم وقال لنا: بصوا بقى يا بنات، اللعبة خلصت واحنا اتسوحنا. احنا ولا مجرمين ولا حاجة، احنا خريجين جامعة امريكية قسم تمثيل مسرحي. ولما لقينا مرعي مقهور وبيتعرض للتنمر والبت حبيبته سابته، فقررنا ان احنا نساعده علشان بس نعرفها ان الراجل اللي كانت بتقول عليه ضعيف راجل قوي وقادر ان هو يخليها عايشة في بيتها ومرعوبة. زمان وانا عندي 10 سنين كانوا الاطفال بيضحكوا عليا ويقولوا لي هي حلاوة الفخاد وهي فرشة على السجاد. مرة وانا في الفسحة بتاعت المدرسة كنت بلعب كورة، وقفوني جون وقالوا لي ابو كرش ياسمين بيصد الجون المتين. ولما كبرت شوية وبقى عندي 20 سنة نقلت وعزلت، وكان قدامي جارتنا اسمها بوسينة، وبدأت قصة الحب بيني وبينها. وكنت بخرج اشوفها بس هي كانت خايفة ان حد يبص علينا. وفي الاخر قعدت معايا ولقيتها بتقولي: بص يا مرعي، انا فعلا بحبك، بس انا كان حلمي اتجوز واحد موس كده اتفشخر بيه قدام اصحابي كلهم، بس انت يا مرعي اصحابي بسببك بيغنوا لي بسبوسة عشقة جاموسة، وانا بصراحة كده ما بقتش قادرة اتحمل، احنا لازم نسيب بعض. وبعدها عرفت انها اتجوزت واحد موز وصاروخ، وانا جالي اكتئاب وبطلت اكل ولا اشرب واتعدمت. واصحابي في يوم لقيتهم جولي وقالوا لي خبر حلو فرحني جدا: اصحى يا ابني، اصحى خلاص، كفاية تعب وهم، ربنا جاب لك حقك لغاية عندك. هو في ايه بس يا سولو؟ انا مش فاهم حاجة. يا عم قوم بس كده واسمع الخبر الحلو ده. البت بوسينة قفشت جوزها الموز اللي فضلته عليك مع البنت اللي شغالة في المطعم اللي هما دايما بيروحوا فيه. احلف. طيب وانت عرفت منين؟ يا ابني ده الكل عرف، نزلت على جروب الواتس ومتشحتفة على الاخر، وسرنا قالت لي كل الاخبار. وجي الوقت بقى يا بطل ان انت تكمل عليها وتاخد بحقك منها. ها؟ طب ازاي اخد حقي؟ انا بقى هقول لك تعمل ايه. وبعد كده اتجمعنا كلنا في مسرح قديم، كان في لبس مهرجين ولبس رعب، ومن هنا جات لنا الفكرة وبدأنا نخطط عشان ننفذها. بس للأسف الموضوع كبر وما كناش عاملين حسابه، واحنا خطفناك يا مدام سوريا عشان تساعدينا اننا نطلع من هنا. احنا ما اذناش حد خالص، وحتى الحقن دي مفعولها بيروح وجسم كل واحدة يرجع زي الاول. دلوقتي هنديكم الحقن المضادة عشان ترجعوا زي الاول، مش هتكملوا 2 ساعة زمن بالظبط وكل واحدة فيكم يرجع جسمها زي الاول بالظبط. هي قلب اختك يا مرعي؟ لا، البت سوريا دي تستاهل الحرق، ده انت اتقهرت قوي يا قلب امك. والله يا لولو، بس دلوقتي احنا لو الحكومة مسكتنا هتمرجحنا، هنتحبس ويضيع مستقبلنا. لو حد فيكم خرج من هنا واتكلم احنا هنضيع. يا لهوي، والله ما اقدر يا وحش الكون انت. وعلى فكرة بقى، انا عندي 24 سنة، فاتنة الفاتنات، وعلى استعداد تام للجواز والاستقرار وانجاب الاطفال. وانا يا واد يا حلوة انت، ده انت لو لفيت الدنيا لف كده ما هتلاقي حد زيي، ده نصيصه اللهلوبة. وانا كمان كنت لسه هتكلم بس لقيت الكل عمال يبصلي. ها انا كنت هقول يا ريتني عرفتك من زمان، بس يا مرعوشتي متجوزة للأسف الشديد. طيب دلوقتي احنا لازم نحط خطة عشان كل واحدة فيكم ترجع لبيتها، واحنا هنمحي اي اثر لينا في الاماكن اللي احنا كنا فيها. وفعلا اتجمعنا كلنا وبدأنا نحط الخطة، وهي ان البنات كلها ترجع في وقت واحد وتدخل على اوضها وتنام، ولما اهلهم يكتشفوا يمثلوا البنات ان هما مش عارفين اي حاجة. وفعلا تاني يوم بدأنا تنفيذ الخطة، وبدأت العربيات تتحرك وترجع كل بنت على بيتها. الا بقولك ايه يا مرعي، انا خلاص ظبطت اموري عليك. نعم؟ يعني ايه مش فاهم ظبطت امورك عليا دي؟ يعني عملت ايه؟ يا راجل فتح مخك، قصدي يعني انا هتجوزك خلاص، هستناك، اوعى تخلى بيا. لو عملت كده هعمل زيك واتحمل لمجرمة انا كمان من قهرتي. طيب انت هتصدقي لو قلتلك ان انا معجب بيكي؟ اللهم صل على النبي يا جدعان، مكتوبه لك يا لولو. وبعد كده وصلت على بيتي وكان معايا مفتاح الشقة، اتسحبت ودخلت على اوضتي عشان خاطر انام، بس سمعت بعدها صوت التلفزيون يشتغل ولقيت مها عمالة تتفرج على التلفزيون. انا عايزة الكل يرتاح ويطمن، انا عندي معلومات اكيدة ان العصابة هيتم القبض عليها في اقرب وقت. كل واحدة تطمن يا بنات، خلاص هانت وكل واحد هياخد عقابه. هي ردوش اسكتي، دي احسن حاجة حصلت يوم ما خطفوا البت لبنى البومة دي. قال ايه؟ صباح الخير يا ابيه، ده انت الحب يا ابيه، حبك بورس يا مسخوطة. انا كنت وراها وبسمع الكلام ده وواقفة مصدومة، رحت وخبيت وشي وجبت عصاية ووقفت قدامها. اول ما شافتني اتفزعت. يا لهوي تاني، انتوا مين؟ رحت هوب مرة واحدة ضربتها بالعصاية ووقعت على الارض مغمى عليها، وسبتها ودخلت انام. اما بقى عندي سعاد ففتحت الباب بالمفتاح، بس لقيت البيت كله نايم، راحت داخله على اوضتها على طول.
اما بقى سوريا فنزلت بعيد كتير عن البيت بتاعها وركبت اوبر وروحت على بيتها، واول ما دخلت وشافها جوزها اتصدم. حبيبتي الحمد لله على السلامه، انت رجعتي ازاي يا روحي؟ الله يسلمك يا حبيبي، انا مش فاكره حاجه خالص، كل اللي انا فاكراه ان انا اتخطفت وطول الوقت حطوني في اوضه ضلمه وبعدها سابوني. مش عايزك تقلقي يا حبيبتي، الناس دي انا مش هرحمها، وحقك وحق البنات اللي اتخطفوا هيرجع. انا تعبانه قوي محتاجه انام. طبعا يا روحي، ادخلي انت ارتاحي. وفي اسم الشرطه كانوا متجمعين العميد مدحت وسراج ومش فاهمين اي حاجه من اللي بتحصل. جالنا اتصال ان كل البنات رجعت بيوتها، واتحركنا وبدانا نستوعب الكل ومفيش معلومات طلعنا بيها. يعني كل البنات اللي اتخطفت رجعت بيتها ومفيش ولا واحده عندها معلومه عن اللي حصل ولا مواصفات اي واحد فيهم؟ الموضوع بجد غريب جدا. والله ده اللي حصل، وكل ما نسال واحده فيهم يقولوا لنا كانوا ملثمين. ده حتى مراتي ما عرفتش اخد منها معلومه واحده. احنا لازم دلوقتي نطلع ونطمن الناس ان احنا مسكنا العصابه وكل البنات رجعت. طيب وافرض يعني حصل اي خطف تاني، شكلنا هيبقى ايه ساعتها؟ لا مش هيحصل، دول رجعوا كل الناس، يعني خايفين وعايزين يهربوا، بس احنا لازم نجيبهم. احلى خبر مستنياه كل بنت، جاي العميد مدحت بنفسه عشان يقول لكم عليه. مساء الخير على الجميع. الحمد لله تم القبض على العصابه بالكامل وكل البنات المخطوفه رجعت بيتها. انا عايز الكل يطمن وما تقلقوش. ومعانا دلوقتي اتصال من لبنى بنت من المخطوفين. ازيك يا مدام رضوى؟ ياه ده كان حلم حياتي ان انا اكلمك، انا استفدت كتير قوي من نصايحك، والواد مصطفى اللي خلني مره افكر يرجع لي تاني قلت له لا، الباب يفوت جمل، وعملت له 5 بلوك يا مدام رضوى. ازيك يا لبنى يا حبيبتي؟ انا طبعا فرحانه انك استفدت مني، بس عملتي 5 بلوك على ايه يا روحي؟ بلوك فيس، بلوك واتساب، بلوك تويتر، بلوك تيك توك، وبلوك كمان رقم تليفونه. بس ده كان شكله بيحبك قوي عشان يضيفك على كل ده. لا ما هو انا مش عنده اساسا، ده انا اللي حذفت كل الحسابات دي علشان يعني لو عمل اكون انا في الامان. طيب يا لبنى احكي لنا عن العصابه، عملوا فيكم ايه وازاي رجعت البيت تاني؟ هما ما عملوش حاجه يا مدام رضوى، هما كانوا بس حابسيني في اوضه، والاكل والشرب بيجي لحد عندي، ده انا وفرت في الطلعه دي 500 جنيه كنت بصرفهم من مرتبي. طلعت ايه يا بنتي؟ انت كنت مخطوفه، يعني مفيش تعذيب؟ مفيش اي حاجه حصلت لك؟ لا والله خالص، زي ما بقولك كده بالظبط، انا رجعت لبيتي ولمرات اخويا اللي كانت هتموت من قهرتها عليا. طيب يا حبيبتي الحمد لله على سلامتك، مع السلامه يا لبنى. ايه رايك يا فندم في الكلام ده؟ والله هما شكلهم متهددين، بس احنا خلاص قدرنا نقبض على الكل، وبعد التحقيق هنكشف لكم كل الحقائق. وبعد كده قفلت التلفزيون واتصلت على مرعي. الو، شفتني يا مرعوشي مع رضوى الشربيني؟ كنت هايله قوي يا لولو. طب ايه بقى، هتتجوزني امتى؟ احنا لازم نصبر لغايه ما الموضوع يتنسي، عشان كده انا قررت اسافر اسبوعين كده انا وصحابي. ايه هتسافر؟ طيب ما تتاخرش عن الاسبوعين دول. لا ما تخافيش. وتاني يوم بدات الحياه ترجع زي الاول بالظبط، وانا بدات اروح على شغلي، بس الكل كان بيتعامل معايا بحذر وكانوا خايفين مني. رحت عشان اسلم على ابتسام. ازيك يا بنتي يا ابتسام؟ ده انت فاتك نص عمرك، موز داخله وموز خارجه واكل وديليفري وايه اخر شهيصه. ده ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هو انت مش كنت قلت انهم ملثمين؟ ها إيه يا بنتي، ده انا بتكلم على الجسم، طول بعرض وحاجه كده من الاخر. انا هدخل اسلم على المدير. صباح الخير يا بص، انا رجعت الحمد لله، والبنت سعاد شكلها انتخت وما جاتش، مريحه في البيت. لا ما شاء الله عليكي، صحتك جت على الخطف، احلوتي يا بنتي يا لولو. شكرا يا حضره المدير، انا هطلع على مكتبي بقى وابدا شغل، مش عايزه اي حاجه تعطلني. وفعلا طلعت على المكتب، وكل ما اتصل على مرعي الاقي الموبايل بتاعه مقفول. يوه، تلاقيه دلوقتي في المطار ولا طالع الطياره، توصل بالسلامه يا جوز المستقبلي وقرة عيني. اما بقى في الطياره فكان قاعد مرعي واصحابه وكانوا مسخسخين على نفسهم من الضحك. احلى مغامره دي ولا ايه؟ ده انا لو كان حد قال لي ان ممكن اعمل اللي عملته ده في يوم من الايام عمري ما كنت هصدقه. هو يعني يا عم رامز جلال احسن مننا، بس بصراحه البت لبنى صعبان عليا، عشمانه فيك يا عم. يا عم فكك، خلينا نكمل دراستنا بلا وجع دماغ، والحمد لله اننا خلصنا كل حاجه قبل ميعاد السفر المتحدد. وفعلا سافر مرعي واصحابه لامريكا، ورضوى كانت شغاله. مساء الخير يا بنات، انا مش عارفه اقول لكم الخبر ازاي، بس للاسف الوضع ما يطمنش. جاءنا البيان التالي: ظهور عصابه سامي رمسيس لخطف الجواميس، ومن هنا بقولك حلوه منك ليها، دايتك رجعيه، جسمك ظبطيه، كرشك انسفيه. وفي اخر الحلقه بتمنى لكل واحده فيكم الصحه والجمال، وانها ما تقابلش في طريقها اي عصابه من اللي بتخطف النسوان. سلام.
ولحد هنا بتكون خلصت حلقتنا، وكمان خلصت حكايتنا. استنوني في حلقة جديدة بقصة جديدة. وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم إشعار بكل قصة جديدة.